السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم، قناة أستاذ مصر الأول محمد كريم. أنا طبعا بشكر الناس كلها اللي بتسأل عليا واللي دايما متابعني بشكل مستمر، ولكن أنا طالع النهاردة مش عشان يعني أبرر معاكم عدم تواجدي الأيام اللي فاتت. هو بس الموضوع بالمختصر المفيد، يعني ان الواحد يعني تعرض بس لشوية مشاكل وشوية ضغوطات مأثرة عليه نفسيا، متضايق شوية. ويعني موضوع ان انت تبقى بتحاول تجتهد وتشتغل على نفسك وتحس في النهاية ان في عدم تقدير، او ان الظروف نوعا ما مش مساعداك ولا جاية معاك. ده بيخلي الإنسان ذات نفسه آه، نفسيا مش متظبط يعني. لأن لما تبقى قاعد في حالك وتلاقي مشكلة جاتلك من حد انت ما تعرفوش، او تبقى طالع بتتكلم مع الناس بطريقة مرحة، بتهزر بتضحك، بتتكلم معاهم، الكل الواحد بيعتبرهم اخواته، مش مجرد ان هم متابعين على على منصة اليوتيوب. لا، ده الواحد بيعتبر ان هو بيتعامل مع ناس قريبة ليه، مع أسرته، مع حبايبه، مع أهله وناسه. وتيجي في الآخر تلاقي حد منهم انت ما تعرفوش عمل لك مشكلة او تسبب لك في اذى وضرر. ده نفسيا بيأثر عليك. آه الحمد لله الواحد بيحاول ان هو يظبط نفسيته، لان انا ما ينفعش ان انا ابقى متضايق او واقع في مشكلة واطلع مثلا اهزر واضحك معاك كده. انا مش هبقى بني ادم، هبقى جبلة. ولكن الواحد الفترة اللي فاتت أو الأيام اللي فاتت يعني يحاول قدر الإمكان إن هو يتلاشى إن هو يعني ما يبينش زعله أو ضيقته أو خنقته، أو إن هو مثلا متضايق من حاجة معينة أو من موقف ما. فبناء عليه الواحد يعني وصل لمرحلة إن هو يعني لأ، يعني انا لازم افصل شوية لحد ما ذهنك يبقى صافي، يبقى نفسيا تبقى متظبط نفسيا. لان انا ما ينفعش، لان انت في النهاية انت بشر، انت انسان لحم ودم، بتشعر وبتحس، وفي حاجات بتضايقك، في حاجات تبقى خانقاك، في مشاكل، في قصص، في حوارات، في مواضيع اي نعم انت ملكش يد فيها، ولكن سبحان الله بتجيلك كده من حيث لا تدري ولا تعلم. للعلم انا في مشكلة عندي طبعا على على اليوتيوب هنا، وحاولت ان انا اتداركها ولكن ما دون جدوى. أه بحاول ان انا ارجع تاني، وان انا ابقى معاكم، وان انا ان شاء الله احاول ان انا اتدارك المشكلة ديت، واحاول ان انا نفسيا كده ابقى متظبط، وابقى كده ان شاء الله مظبط اموري ومظبط حالي. وما يعني اشتغل على نفسي، ارجع تاني ان شاء الله، نرجع اقوى من الاول واحسن من الاول. كل الناس اللي سالت عليا، وكل الناس اللي بتحبني وبتدعمني وبتستنى اللايف الخاص بمحمد كريم، طبعا الناس دي كلها على دماغي وبحترمها وبقدرها، وليهم معزة خاصة في قلبي. اعذروني أنا بتأسف لكم، ولكن إن شاء الله بإذن الله هنرجع أقوى من الأول. ولكن أنا طالب منكم طلب، هو فضلا وليس أمرا. كل الناس اللي عندي وبتشاهدني في اللايف، يا ريت
انتوا تحددوا لنا ميعاد نظهر فيه، بحيث ان الناس كلها تبقى متواجدة. يعني يا ريت تقولوا لي ايه الميعاد او الموعد المناسب ليكم، وده نثبته. هيبقى موعد يوميا، ولكن بس بعد ما تتفقوا حضراتكم كلكم على ميعاد معين، سواء مثلا الساعة 12، الساعة 1، الساعة 2، الساعة 11، الساعة 10 نهارا صباحا. الموضوع كله متروك عندكم انتوا، مش عند حد تاني. لأن أنا يعلم ربنا سبحانه وتعالى أنا بحبكم وبقدركم، والناس كلها حبايبي، والناس كلها على دماغي من فوق. وادعوا لي إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمني وإياكم، ونقدر من تاني نقف على رجلينا ونستمر. دايما وأبدا انتظروني هنا في قناتكم، قناة أستاذ مصر الأول محمد كريم. وكل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وستر، وأشوفكم دايما على خير وصحة وسلامة وستر، وأترككم في حفظ الله ورعايته وأمنه، وسلام عليكم.